يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لقد ميز الله تعالى هذه الأمة على غيرها في أن جعل لها مقومات عظيمة بها يظهر التميز والامتياز، وبها يظهر الخير والاختيار، اختيار الله تبارك وتعالى لهذه الأمة، حيث وصف هذه الأمة بأعظم أوصافها، ومنها الوسطية الحقة التي جاء ذكرها في القرآن العظيم وعلى لسان رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم في نصوص متعددة، ولعل أشهرها وأنطقها قول الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الوسط أيها المسلمون هم الخيار، أي خيار الأمم على الإطلاق. هذه الأمة كما قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالوسطية هي الخيار، ولذلك وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه أوسط هذه الأمة على لسان أعدائها، حيث لما سأل هرقل الروم عدو من أعدائها، سأل عن هذه الأمة وسأل عن رسولها صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: كيف نسبه فيكم؟ قال أبو سفيان، وكان وقت ذلك كان مشركا عدوا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، قال قولة حقة، حيث قال: هو أوسطنا نسبا، أي أفضلنا وأخيرنا نسبا، أعظمنا وأكرمنا نسبا، فأكرم الأمم على الإطلاق، وأفضل الأمم على الإطلاق، وأكرم الأمم على الإطلاق هي هذه الأمة الإسلامية، أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ووراثها بحق. ومعنى الوسطية أيضا هم العدول الذين عدلهم الله تعالى وعدلهم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يظلمون ولا يجورون، هم وسط يرضى الأنام بحكمهم إذا نزلت إحدى الليالي بمعظم، فهم العدول. وكذلك هم وسط بين شرين، وهدى بين ضلالتين، وحق بين باطلين. أهل السنة والجماعة أيها المسلمون هم وسط في هذه الأمة، كما أن الأمة الإسلامية وسط بين الأمم والأديان الأخرى، فلا يغلون كغلو النصارى
ولا يميعون الدين كتمييع اليهود وتضييعه. فليست الوسطية أيها المسلمون هو ضياع الدين ولا المجاملة عليه ولا التنازل عن الأحكام الشرعية كما يفهمه ويحاول إفهامه بعض الناس، حيث أن كل طائفة تدعي أنها هم الوسطية، لكن الله تبارك وتعالى حددها في كتابه العظيم هنا، حيث قال لما أمر بتحويل القبلة إلى الكعبة قال جل وعلا: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يهدي من يشاء فهم المهتدون. أهل الوسطية هم أهل الاهتداء. أهل الوسطية هم من استقاموا على الصراط المستقيم، فلا يغلون كغلو النصارى ولا يقصرون كتقصير اليهود، كما قال الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عدي والذي أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى وصححه العلماء، قال: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. وكذلك أيها المسلمون، أهل السنة والجماعة هم وسط بين فرق هذه الأمة، فهم لا يغلون كما غلا بعضهم ولا يميعون الدين ويضيعونه ويتنازلون عن ثوابته كما ضيعه الآخرون، فهم أهل للوسطية الحقة. وكذلك شهد لهم أهلها الصنف الأول من السلف الصالحين، شهدوا لهم بذلك، حيث قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح أو في ما رواه عنه الحاكم بالسند الصحيح رحمه الله تعالى، قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. المعني بهم هم أهل الحديث والسنة المرادون بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله صلوات الله وسلامه عليه: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فالوسطية أيها المسلمون لا تجور ولا تظلم. الوسطية سماحة وسهولة، حيث أنكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على من أراد أن يحمل نفسه على التشدد في العبادة. فما أعظم الوسطية في العقائد والأعمال والأخلاق، ما أعظم الوسطية وما أعظم نعمة الله تبارك وتعالى على من وهبها. فأسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المسلمين ممن يوهبون هذه النعمة العظيمة والآلاء الكريمة. أيها المسلمون، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هلك المتنطعون. هلك المتنطعون، ونهى عن التشدد في الدين، لأن كلا طرفي الأمر ذميم، فالذي قصر عن الحق لم يكن على الصراط المستقيم، والذي تجاوزه وزاد في الدين لم يكن عليه، فالحق وسط. أسأل الله تعالى أن نكون وتكونوا عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الخاتم الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ومن نصر هذه السنة نصره الله. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ويقول جل وعلا: ولينصرن الله من ينصره. وفي الحديث: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، فمن نصرها نصره الله، ومن خذلها خذله الله. والحق أبلج والباطل لجلج. الحق أبلج واضح كالشمس، الحق شمس والعيون نواظر، لكنها تخفى على العميان. فالحق أبلج واضح كالشمس المنيرة في رابعة النهار، والباطل متخبط مظلم يحتاج إلى تزيين. أيها المسلمون، من نصر السنة نصره الله تبارك وتعالى. وكيف يكون نصرها؟ نصرها بالتمسك بها والعض عليها بالنواجذ ومعرفتها والعمل بها ظاهرا وباطنا، والمحاماة عنها والدفاع عنها. وهذا واجب الجميع. الواجب على الأمة جميعها أن تتكاتف في نصر هذه السنة وإعلائها وبيانها والدفاع عنها، فليس لنا عز بدونها، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: لن يصلح الله آخر هذه الأمة إلا بما أصلح به أولها. وقال عمر رضي الله تعالى عنه: كنا قوما أذلاء فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله، فلا عزة لنا ولا رفعة لنا أيها الأمة الإسلامية، لا رفعة لنا ولا نجاة ولا اهتداء إلا بالتمسك بهذه السنة، سنة النبي الكريم الخليل وأفضل الخليلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فمن نصرها نصره الله، ومن خذلها خذله الله. فأسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من ينصرها قولا وعملا وحكمة. أيها المسلمون، هذا الإمام أحمد رحمه الله لما نصر السنة خلد الله ذكره في الآخرين، خلد الله ذكره في الآخرين، وقمع أعداءه فلا يذكرون إلا بالذم والاحتقار، لا يذكر المخالفون له إلا بالذل والذم والاحتقار. لماذا؟ لأنه قام لله تعالى قومه. واعلموا أن الجزاء من جنس العمل. من نصر السنة والله ينصره الله تبارك وتعالى. ولا يقف ذلك على شيخ المسجد ولا طالب العلم ولا العالم، لابد أن تتكاتف جهود الأمة في تصحيح المسيرة، في المحافظة على العقيدة الصحيحة والعبادة المستقاة من الكتاب والسنة والأخلاق الرفيعة، فإن النقص يعود على الجميع، النقص يعود على الأمة جميعا أيها المسلمون. فهذا واجب في أعناقنا، واجب على الجميع. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا هدينا مهديين غير ضالين ولا مضلين يا أرحم الراحمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على الدين. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا أرحم الراحمين. اللهم ثبتنا على الإسلام قائمين، وثبتنا على الإسلام قاعدين، وثبتنا على الإسلام راقدين، ولا تطع فينا عدوا ولا حاسدين يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا وأراد ديننا وأراد بلادنا بسوء فأشغله بنفسه. اللهم اجعل بلادنا رخية رخيصة مدفوعا عنها الغلاء والبلاء، ووفق أهلها للرجوع إلى كتابك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.